لو شفت ايشو سبيد قبل كده، دي اكتر خدعة هو بيعملها عشان يجو فايرال ويجيب الارقام المتخلفة اللي بنسمع عنها 30 ولا 40 مليون سبسكرايبرز. يلا بينا. اول نقطة، ايشو سبيد صوته عالي وطاقته مجنونة، فبالتالي ان شخصيته بقت البراند نفسه. يعني في فرق عزيزي المشاهد لما انا بتكلم كده بصوت هادي، وفي فرق ان انا بتكلم كده بصوت عالي وبطاقة وبحيوية. طبعا لو اتكلمت بالحيوية دي في الفيديو الناس هتتفاعل معاك اكتر. اول حاجة بتميز ايشو سبيد صوته العالي وطاقته المجنونة قدام الكاميرا. طبعا كل لما انت بتبقى عفوي كل لما الناس بتميل ليك اكتر. الناس ما بتحبش الشخص اللي هو بيقرا من جرانين او بيقرا من سكريبت. الناس بتحب الشخص اللي هو بيبان ان هو طبيعي في الكلام. فعشان كده ايشو سبيد شخصيته بقت هي البراند. رقم 2، اي غلطة هو بيعملها او اي رياكشن هو بيعمله اوتوماتيك بيتحول لميم على الانترنت. طبعا بياخد الكلام ده ويقطعه وينزله على النت، فطبعا الناس بتحب الكلام ده فمحتواه بينتشر اكتر واكتر. احنا نستفيد ايه كصناع محتوى او كفيلم ميكرز؟ يعني ايه اللي هنستفيده من الكلام ده؟ عزيزي المشاهد انت مستعجل قوي، هقولك دلوقتي. اول حاجة لازم تستفادها من ايشو سبيد ان انت لازم شخصيتك تكون هي اللي بتميزك في المحتوى اللي انت بتقدمه. لازم تدي المحتوى بتاعك بطاقة وبحيوية زيه كده عشان خاطر الناس تتفاعل معاك. يعني ماشي، مفيش مشكلة ان انت تكتب سكريبت وكل حاجة، ولكن ما تقراش السكريبت زي الجورنان. فالراجل ده مش بس ستريمر، ده درس ان ازاي شخصيتك هي تبقى محتواك. اشوفك الفيديو الجاي.